يوم جديد في أقدم مكان في القاهرة. بس قبل أي حاجة، صباح الخير. بدأ يوم جديد في الحياة، وبدأ اليوم من عند شارع المعز، اللي يعتبر أكبر متحف مفتوح للتراث الإسلامي، واللي اتأسس في عهد الخلافة الفاطمية. وبداية الجولة في التاريخ بدأت من عند 1304 في العصر المملوكي، ومن الدولة الفاطمية إلى الدولة الأيوبية وصولا للدولة المملوكية. ومن هنا بدأت المدرسة الناصرية، اللي بتضم مسجد ومدرسة وقبة الناصر محمد بن قلاوون، واللي أنشأها الملك العادل زين الدين كتباغ. ولما مسك حكم مصر مرة تانية الملك الناصر قلاوون، اشترى المدرسة وهي لسه بتتشيد، وهو اللي أسس بيها القبة اللي اتعرفت بالقبة الناصرية. والمدرسة كانت بيتم تدريس بيها المذاهب الأربعة للديانة الإسلامية، وما زال المكان محتفظ بهويته والمعالم اللي فيه.